عادة لما تكون بطولة كبيرة على الأبواب، أول الإشارات اللي توصل للجماهير تكون مثيرة جدا. بس هذه المرة البداية ما كانت من الملاعب أو قوائم المنتخبات، لا، كانت من الكشف عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الإفريقية 2025. وهون يجي السؤال المهم: كيف ممكن كرة قدم تحكي قصة؟ هل هي مجرد أداة للعب، ولا ممكن تحمل بداخلها هوية ورؤية قارة كاملة؟ خلونا نشوف. طيب، خلونا نتعمق في الموضوع. الكشف عن الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب هو مو مجرد حدث رياضي عادي، هو أشبه ببيان هوية ولمحة أولى عن رؤية البلد المضيف للبطولة كلها. إطلاق الكرة بهذه الطريقة يعتبر خطوة استراتيجية ذكية جدا، تجمع بين الرياضة والثقافة والتسويق، وكل هذا قبل صافرة البداية بفترة طويلة. كأن المغرب يقول للعالم: هذه هي طريقتنا في تقديم نفسنا كدولة تجمع بين الأصالة والحداثة، وتستخدم الرياضة كقوة ناعمة عشان تعزز مكانتها. والآن خلونا نبدأ نفكك أول طبقة من القصة هذه، وهي الاسم والتصميم البصري للكرة نفسها. اسم الكرة هو آتري، وهي كلمة أمازيغية أصلية معناها النجم. طبعا اختيار كلمة من قلب التراث الأمازيغي ما كان صدفة أبدا، هو احتفال بالجذور العميقة لشمال أفريقيا، ويربط طموحات البطولة واللاعبين اللي راح يكونوا نجومة بهذا الإرث العظيم. أما التصميم فمصدر إلهامه واضح جدا، جاي من فن الزليج المغربي التقليدي المعروف بأنماطه الهندسية الدقيقة والمعقدة، والألوان الرئيسية الأحمر والأخضر مع النجمة. أكيد هذه إشارة مباشرة لعلم المغرب، وهذا يثبت هوية البلد المضيف في قلب البطولة. وحسب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كل جزء في التصميم له معنى عميق. فالنجمة مثلا ما ترمز بس للمغرب، لا، هي تمثل الطموح اللي يجمع كل لاعب وكل منتخب، والبتلات اللي حواليها ترمز للنمو والتطور في كرة القدم الأفريقية. أما الدائرة الكاملة فهي تمثل الوحدة، وحدة المنتخبات ال24 اللي تتنافس على اللقب. يعني كل خط ونقش حرفيا يحكي قصة. طيب، كل هذا الجمال الفني لازم يكون وراء أساس علمي قوي. القصة ما تكتمل بدون ما نتكلم عن الهندسة المتقدمة اللي تخلي آتري كرة قدم عالمية بمعنى الكلمة. وهنا نشوف كيف عالمين اندمجوا مع بعض بشكل مثالي. من جهة عندنا التكنولوجيا المتقدمة من بوما في موديل أوربيتا 6، ومن جهة تانية عندنا الفن الأصيل المستلهم من الزليج المغربي. يعني هي مو بس كرة شكلها حلو، لا، هي أداة رياضية مصممة بأعلى دقة. إذن النقطة الأهم هنا هي أن الكرة هذه مو بس قطعة فنية للعرض. تقنية أوربيتا 6 تضمن ثباتها في الهواء وتعطي دقة خرافية في التمرير والتسديد، وفوق هذا مصمم عشان تتحمل الأجواء المختلفة في المدن المغربية وتطابق نفس المعايير الصارمة اللي نشوفها في أكبر البطولات العالمية. طيب، خلونا نوسع الصورة شوي. كيف الكرة هذه تتجاوز دورها في الملعب وتصير رمز للحدث كله وأداة تسويقية قوية جدا؟ توقيت إطلاق الكرة حتى قبل ما تنعمل القرعة، هذه حركة ذكية جدا، هي إشارة البدء الرمزية للعد التنازلي. تبدأ تبني الحماس وتثبت صورة البطولة وهوية المغرب كبلد مضيف في عقول المتابعين في كل مكان، مو بس في إفريقيا. وهذا الكلام يلخصه تماما محمد غنيمي، مدير التطوير الإبداعي في الكاف. هو يشوف إن آتري رمز يجمع بين الفن والأداء، بين روح أفريقيا وجمال المغرب، كل تفصيل فيها كأنه يحمل إيقاع القارة وشغف جماهيرها. وهذا الشعور نشوف صداه عند الجماهير. يوسف مالك مثلا يشوف في الكرة تجسيد للضيافة المغربية والتراث، ويعتبرها رسالة ترحيب للقارة كلها في بلد الحضارة والتسامح. والصحفي الأفريقي جون لاوزي يضيف بعد قاري للموضوع. هو يؤكد أن آتري ترمز للوحدة والشغف اللي يجمع كل محبين الكرة في أفريقيا، ويتوقع أن بطولة 2005